طالب مرة قال لي شيخ بدي يصير ولي. اي نعم. قال لي بدك اي نعم بدي شيخ امشي معه بدي يطير. قلت له امشي معي بالطير ما بالطويل. اي نعم. فراح بعد فترة غابنا فترة واجا. وين كنت؟ قال والله طلع على جزيرة أرواد. فكان شيخنا حاكي لنا على الشيخ محي الدين بن عربي بأنه مرة كان اي نعم على ظهر سفينة والسفينة هاجت اي نعم فيه وضرب السفينة برجله قال له اسكن بحير فوقك بحر. وطلعت سمكة من البحر الأحمر وقالت له يا ابن عربي ما صحيت كلامك. يعني كان الشيخ عم يحكي لنا هالقصة والشاب قاعد عم يسمع هالقصة وأعجب فيها. فهو بالزورق هاج البحر. قلت له ايه؟ قال لي وقفت بالزورق وضربت الزورق برجلي. قلت له اسكن بحير فوقك بحر. قلت له شو صار؟ قال لي اجت موجة قلبت تقالي بالزورق وبلشت استفرغ. قلت له ايه؟ قال لي الولاية لسه ما اجت لسه عجرة. قال له ان شاء الله بتجي معها بتجي. هنا فالاستقامة عين الكرامة. يعني لا بدنا نطير بالسماء ولا نغوص بالبحار اي نعم ولا اي شيء. بدنا اشد آية في كتاب الله فاستقم كما امرت. انت ببالك الاستقامة شغلة سهلة؟ اليوم اجاني شاب على البيت عم يبكي مذنب. حكى لي ايش طرف من الذنب تبعه وما حسنان يتوب. قلنا له التوبة شغلة سهلة ببالك انت؟ ما شغلة سهلة. البطل اللي بيمسك الحية وهي حية هي طيبة. انت فيك توقف تقول انا مسلم في بيعك وشرائك وصلاتك وعبادتك. صلاتك صحيحة انت؟ كل 4 ركع صلاة فيها 5 أركان 6 شروط 18 واجب يفسدها 68 شيئا يكره فيها 77 شيئا فيها 51 سنة. بتعرفون؟ إذا ما بتعرفون شو عم تصلي؟ صيامك اي نعم صيامك صحيح. دروس الصيام عند العلماء. الصيام اي نعم قال حاكي قليل الأصل لا تحاكي الصايم بعد العصر. بتلاقي خرمان على دخان وعلى شاي وعلى قهوة وروحه براس مناخيره مثل المفطوم. وما بتجينا دعاوي الطلاق إلا في شهر رمضان. أي صيام اللي عم نصومه؟ وعلى الحج لما الناس بتروح على الحج وبترجع ما عرفت وين راحت ولا وين رجعت. اي نعم. أنا سمعت من الشيخ حسين صعبية عن الشيخ محمود بعين الرنكوسي عن الشيخ أبو الخير الميداني عن الشيخ سليم المسوتي أنه قال حججت البيت ليتك لم تحجا كاد البيت من حجك أن يهجا ذهبت بعدل من ذنوب ورجعت بعدل وخرجا. شوف الحجاج لما بتروح لهنيك شو بتساوي. باخذ معي الحجي من هون أبو حنيفة الشافعي قلابية بيضاء طاقية بيضاء مسبحته دقة بالأرض والسلام ولحالي هذا الشغل. لكن بيصل لهنيك مدري شو بيصير له. كنت أقول للطلاب نعم إنه إذا كان بعطيكم أسئلة الفحص قبل الفحص بجمعة قديش بياخذوا؟ لازم ياخذوا علامة تامة. رح أعطيك الأسئلة. واللي بياخذ 50% غبي لازم ياكل قتله ويجيب ولي أمره. طيب نحن أسئلة يوم القيامة معنا الرسوب ليش لا ترسب؟ كل شيء بده يسألنا عنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. بتلاقي الناس إذا ذكروا جهنم شو بيقولوا؟ الله يعيننا عليها. لك شو أخذك عليها؟ لك شو أخذك؟ إيه نعم. اشتغل بعمل أهل الجنة مشان تروح على الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا كلياتنا بالجنة إن شاء الله تحت لواء سيد المرسلين. بارك الله فيكم أحسن الله إليكم.